والله مش عارفه اكل انهي فيهم، كله على بعضه يجنن. بصوا عامل ازاي، اوه ماي جاد، واو واو. بصوا بصوا بقى ده، اها اها، انجوي. واحد بقى قهوه. امم شوف انجوي. السلام عليكم، وحشني يا جماعه. النهارده هنعمل مع بعض عمك بقسماط، هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقول في البدايه، لو اول مره بتزوروا القناه وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وحطوا لايك، وتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس، هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. البقسماط بتاعنا خفيف وهش ومقرمش واحلى واوفر من الافران. كفايه انك بتعملي الحاجه بتاعتك بايديكي، ودايما في الوقت اللي انت محتاجاها بتقدري تعمليها. هستخدم هنا عمك دقيق، وهنزل عليه بالسكر العادي اللي احنا بنستخدمه مع كل المشروبات. وبعدين هنزل هنا باللي هو ذرة الملح، وحاجة تانية حلوة قوي اسمها البيكنج باودر. يا سلام، انسوا بقى. الخليط اللي احنا هنعمله مع بعض ده حكاية. هنستخدم برضو عمك حليب، اطمنوا مش هناخد حليب كتير. اللي يحب يستبدل الحليب بالمية هو حر. وهننزل بالخميرة والزيت، وهنقلب كل المكونات مع بعض تقليب سريع كده لحد ما ياخد القوام اللي انتوا هتشوفوه معايا. هنزل هنا بالحليب شويه بشويه لحد ما اعمل قوام مظبوط. هسيب لكم المقادير اللي انا استخدمتها بالظبط، تقدروا تعملوا نفس الكميه او تضاعفوا او تعملوا نص الكميه، بس اعملوا كميه بسيطه. لما تظبط معاكم وتحبوها زودوا زي ما انتوا عايزين. تبارك الله، عملنا البقسماط اكتر من مره، وكل اللي عملوه قالوا لي هايل تبارك الله. هنا هكمل بقى ايه عشان اوسع على نفسي واقدر اعجن زي ما انا عايزه، عشان انا بلاقي نفسي وانا بفضل اعجن بخرج الطاقه اللي جوايا جوه العجين. عاشقه عجين، محدش يسالني ليه، معرفش. وهفضل اضرب فيها كده بقى كام شويه كده لحد ما ايه يعني اعمل لها ستريتش. وانا بنزلها بطلعها من فوق وانزلها على الكاونتر بتعمل ستريتش معايا. وابتدي برضو اخد فيها يمين شمال يمين شمال. فاكرين زمان كده لما كانوا بيغسلوا على ايديهم؟ فاكرين الموضوع ده؟ وبعدين ابتدي بقى ايه اشوفها اذا كانت ظبطت معايا ولا لا، لحد ما تعمل قوام مظبوط، ما بتلزقش في ايدك، متماسكه ناعمه، تضغطي عليها تلاقيها بتعلم، تقدري تقطعيها بتقطع معاكي سهل وبسيط. وكمان بتعملي عليها ستريتش بتلاقيها فردت معاكي. لو قطمت معاكي يبقى محتاجه شويه كمان حليب. خلي الحليب يبقى دافي عشان اسمه ايه العجينه تخمر بسرعه، لاني انا مش هسيبه يختمر. يعني اللي هجهزه هقطعه بالشكل ده، هقطعه قطع دوائر صغيره عشان يبقى سهل عليا. لحد ما اخلصهم كلهم وهغطي عليهم. اول واحده ابتديت بيها هي اول واحده هشتغل عليها. هبتدي اخد بقى لحد ما اخلص كل الكميه اللي انا عملتها، هاخد اول واحده اشتغلت عليها، لاني في الفتره اللي انا كورت فيها العجين كان ايه العجينه ارتاحت تمام. البيكنج باودر مع الخميره مع الملح مع السكر مع الدقيق، حطينا كل المواد اللي هي الجافه مع بعض. وبعدين ممكن تنزلي بسيط نص معلقه كده من السمسم، تدي نكهه زياده تبقى من جوه. بس الحقيقه انا ضفت السمسم من بره، وكمان حطيت حبه البركه. بصوا العجينه بتفرد معاكي حلو قوي قوي، ما بتقطمش خالص. تقدري تشكليها زي ما انت عايزه، تعمليها يمين شمال. بصوا ده اللي انا عايزه اقول عليه. لو قطمت منك او تحسي ان هي فيها تشقق كده، يبقى هي محتاجه شويه كمان حليب. انزلي بالحليب بالتدريج، يعني الكميه اللي انا هسيبها لك انت تستخدميها بالتدريج. هنا بعد ما خلصت وعملته زي ما انتم شايفين كده، هبتدي لو لقيت واحده كبيره عن التانية يعني هشيلها، لو حابه تسيبيها سيبيها. انا شلتها عشان التصوير مش اكتر، بس انا في الغالب بحب اسيب كده يعني عشان بتبقى مقرمشه، وكمان بيبقى الحرف منفوخ كده بيبقى شكله حلو. هدهن الوش من فوق. بتقدري تدهني حليب، تقدري ما تدهنيش خالص، بس عشان هرش من عليه سمسم هغلفه بالشكل ده. المهم بقى هنا الفرن يكون سخن سخن يا جماعة، سخن عشان اول ما يخش يعمل يتنفخ
يعني ما يهبطش، ما يبقاش مكتوم. هنا دخلته الفرن بياخد حوالي 14-15 دقيقة على درجة حرارة 180، ولازم يبقى قبليها السخن عشان تبقوا معايا. بعد ما حطيت عليه السمسم يا جماعة سيبته يرتاح شوية، الجو كان حر فالعجينة اختمرت مني بسرعة، ما خدتش مني وقت نهائي. العبي بقى في اللون زي ما انت عايزة، ده اللون اللي انا اكتفيت بيه. اوقات بخلي اللون اغمى من كده وساعات بسيبه ذهبي. شايفين شكل البقسماط عامل ازاي؟ يجنن، خفيف قوي 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 قوي. انا كنت مبسوطة بيه وراحة جاية عمالة ارقش واحدة في التانية بقيت شبه البقسماط حقيقي. تبارك الله كنت مبسوطة جدا، كان ريحته حلوة. بقالي فترة طويلة ما عملتش البقسماط، غالي جدا عندنا، وكمان لما بنجيبه من بره ما بيبقاش نفس الطعم اللي انا عايزاه. هسيب لكم المقادير جوه صندوق الوصف، سهل وبسيط، اعملوها. هستنى رايكم جوه الكومنتات، بيفرق معايا على فكره كتير، وكمان بيشجعني. بحب في البدايه في النهايه اشكر كل الناس الموجوده معايا ودايما تشجعني. انجوي يا جماعه، كان معاكم حبيبه. تابعوا بقى شوفوا قد ايه القرمشه، بصوا واو خفيف خالص خالص ومقرمش وريحته حلوه. حبه البركه دي هايله، تقدري تحطي بذور الشيا اللي يعجبك. واحد بقى قهوه، شاي، قهوه، الشاي بحليب بتاع زمان مع الجو بقى. سامعين؟ تبارك الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. دي كانت طريقتنا. انجوي، كان معاكم حبيبه. ما تنسوش تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتتابعوني على قناتي وصفحتي، هسيبهم جوه الصندوق الوصف. انجوي.